Hello and welcome everyone. بعد طول غياب كنرجع لهاد الشين يوتيوب. اللعابه رجعوا للبري سيزون، رجعوا للترينين، حتى انا خصني نرجع من بعد هاد البوز اللي كانت طويله نظرا لنهايه كره القدم والنهايه اللي ما كنتش كما كنتمناها. السيتي داو تريبل، الوداد ما دات لا بطوله لا كوب دو ترون لا تشامبيونز ليغ لا والو، مواسم صفريه تقريبا. مانيو دات الكاراباو كاب اللي في الصراحه ما كيبقى لقب، ولكن ما كيبقاش داك اللقب اللي كنا كنطمحوا ليه. والوداد ما داش والو، كان موسم جد مخيب للامل بالنسبه للوداد، وموسم اللي كيعطي واحد الامل في الرجوع ديال مان يونايتد، حيت كان موسم احسن من المواسم اللي فاتوا. نتمناو السيزون الجايه تكون احسن للوداد ومانشستر، الفرق اللي كنشجع. واذا كنتي كتشجع فرقه اخرى نتمنى موسم ديالك يكون ناجح من غير داك كنتي كتشجع الرجاء والسيتي. اليوم غنهضروا على مانشستر يونايتد، داكشي علاش لابس التوني ديال مانشستر يونايتد. غنهضروا على ماغواير قائد السابق لمانشستر يونايتد. غنهضروا على ديخيا اللي مشى في حاله، ونهضروا على الصفقات اللي مازال جايه في الطريق. اول حاجه هو ان ماغواير اليوم خرج في انستغرام كيقول لنا باللي من بعد محادثات طويله مع تين هاك شرح لي علاش حيد ليا البراسار ديال الكابيتان وعلاش غادي نزيد نخدم. المهم بدا كيدوي بزاف في انستغرام هادشي اللي بغا يقول، وانا كنقول ليه باللي ماغواير خاصك تمشي تقلب على راسك في شي فرقه اخرى، حيت ما بقاتش عندك بلاصه في مانشستر يونايتد. وليتي انت هو المدافع رقم 5 من بعد فاران، مارتينيز، ليندلوف لوك شو جد دارك بلاصتك. هادشي كيبين بلي تين هاغ ما تيقش فيك، الجمهور ديال مانشستر يونايتد ما تيقش فيك، الوحيد اللي تيقين فيك هما ساوث جيت والصحافه ديال الانجليز. اما في مانشستر يونايتد كلشي عرفك ما غاديش تزيد تطور وما غاتقدرش تقدم الاضافه للفرقه. داكشي علاش خونا الباب راه كبير، حلو خرج في حالك اخويا. بقى تقول لي الهضره ديال لا غنخدم على راسي غندير لا صافي. الحكايه ديالك مع المان يونايتد سالات، يو هاف تو موف اون، خاصك تشوف قدام، حيت لا بقيتي معانا راه ما غتلعبش لورو الصيف الجاي. هادشي اللي خاصك تفكر فيه، ماشي تفكر في لا خصني نربح بلاصتي في المانيو، لا نسى المانيو صافي. المانيو نساتك، خاصك حتى تنساها صافي. موفانا صاحبي، ما تكونش لاصقه. يس تين هاغ حيد البراسار لماغواير، حاجه اللي كانت منطقيه وكان خاصها دار، حيت العام اللي فات it was so ridiculous. كيبان لك باللي ماغواير ماشي هو القائد ديال الفرقه، ومع ذلك بقينا كان فيما كيدخل ديك 10 دقائق كنعطيوه البراسار ديال الكابيتان، كنحيدوه لبرونو وكنعطيوه لماغواير. ماغواير ما كانش كيستاهل يكون حتى الكابيتان رقم 2. حتى من يدينا الكاراباو كاب ما ماتش هزها بوحدو، هزها هو برونو. حيت ما يمكنش تخيل ماغواير بوحدو هز الكاراباو كاب، الوغ هو ما ساهمش فيها بزاف. والاتحاد ما كيعتبروا قائد الفرقه، الاتحاد ما كيحترموا في اللعابه، كيحترموه كانسان ما كيحترموهش كلاعب كره قدم، حيت هو زرق. وخا دافعت عليه بزاف ما طلع زرق، راه عينا ما ندافعوا عليه عينا ما نساندوه. السيد ما كيتطورش، اخطاء بدائيه. كيبان لي بلي هذا هو الصيف الاخر ديال ماغواير، غالبا غيلقى بلاصتو في شي فرقه بحال ويست هام، بحال برينتفورد، بحال شي فرقه بحال هكا هي اللي غتقبل عليه ويقدر يلعب مزيان، حيت في ليستر سيتي راه ما كانش عيان. دابا لديخيا اللي هذا الموسم غادي يكون هو اول موسم من بعد 12 سنه ديال دافيد ديخيا في البورتو. هذا العام غادي نلعبوا بحارس مرمى جديد، غالبا هذا حارس مرمى غيكون هو اندري اونانا. في الوقت اللي غادي بوبلي فيه هذا الفيديو يقدر يكون اونانا ديجا تحسمات الصفقه ديالو. حتى دابا كيقولوا غير قريب جدا اتفاق على البيرسونال تيرمز، اتفاق على ما باقي ما علنوش على رسميا، مي غالبا غيتعلن عليها رسميا في هذا الاسبوع هذا. ما نظنش باللي غيزيدوا يتعطلوا، كنظن باللي في البري سيزون غادي يكون عندنا حارس مرمى، واونانا غادي يكون اضافه جيده للمان يونايتد، حيت عارفين باللي تين هاغ كيبغي حارس مرمى اللي كياخذ ريسكس، كيلعب برجلو. دخيا ما كانش اليز برجلو، واخا كان كيحاول كان كيدير اخطاء اللي كثيره. اونانا الاخطاء ديالو قليله شويه من ناحيه اللعب بالرجل، كيحبس كواري. اونانا حارس اللي وورد كلاس وغادي يكون اضافه كبيره للمان يونايتد، وغنشوفوا فرقه اللي غتحول ب 180 درجه، حيت دابا تين هاغ لقى اللي باغي اللي هو جول كيلعب برجلو، وغنشوفوا شنو يقدر يقدم لنا تين هاغ بجول لي كويري. هادشي اللي كاين. ام سو اكسايتد فور اونانا، حيت تقريبا في كاع الاعوام اللي انا كنتفرج فيها بعقلي دخيا كان هو الجول لمان يونايتد. دخيا جا المانيو وانا عندي 12 عام، داكشي علاش كنظن بلي غادي يكون فرقه اللي ديفيرونت بزاف على الفرقه اللي انا ولفتها.
المهم غنشوفوا شنو غادي يوقع. اما في اطار باقي الصفقات، كلنا عارفين بلي المانيو مازال خاصها تجيب مهاجم، وعلاش لا مدافع، ولكن غالبا كاع المحادثات اللي كاينين دابا، كاع الاخبار وكاع الاشاعات اللي كاينه دابا كتدوي على راسموس هويلاند. مثال دابا ما كاين والو، عارفين باللي مانشستر يونايتد هذا العام هذا في الصيف هذا كتحسم صفقه بصفقه، بحال ما قادرينش يختموا على جوج صفقات دقه واحده. داكشي علاش ما نظنش باللي غادي يكونوا دي زيفولوسيون في المحادثات مع راسموس هويلاند حتى نحسموا الصفقه ديال حارس المرمى اللي هو اونانا. غالبا هادشي اللي كاين. مازال كنتسناو مهاجم. اوسيمان كنظن باللي سيمور ما غاديش يجي. كان عندنا عاوتاني هاري كين قريب بزاف لبايرن ميونخ، حتى هو كنظن باللي ما غاديش يجي. غالبا المانيو غتجيب راسموس هويلاند، وصراحه ما غنقولش باللي ام اكسايتد، بالعكس ام ديزابوينتد. كنت باغي مهاجم اللي ديجا كونفيرمي بحال اوسيمان بحال كين، ولكن تيقف تنهاغ باغي راسموس هويلاند، وتا البيجي ديالنا ما كيسمحش لينا باش نجيبوا شي مهاجم اللي ديجا كونفيرمي. غنشوفوا راسموس هويلاند شنو يقدر يقدم. يقدر يكون مهاجم اللي وورلد كلاس ويكبر معنا، يقدر يكون فلوب، هو نوز. نتمنىو يكون صفقه ناجحه. وفي الصفقات اللي حسبتهم مانيو حتى دابا كاين غير ميسن ماونت. حتى دابا صفقه مزيانه، ولكن خسروها بحاجه وحده، هو انه عطاوه السبعه. انا ما عنديش مشكل مع ان ماونت ياخذ السبعه، المشكل الوحيد اللي عندي هو اننا حنا كنزيدوا عليه الضغط اضافي ما كانش لينا نزيدوا عليه. كان على ماونت ياخذ نمره 19 حتى يبين باللي هو قادر يهز النمره 7، عاد نعطيوه النمره 7. ولكن الاداره كانت عندها قرار اخر، عطاوه النيميرو 6 اللي هو كلنا كنعرفوه نيميرو اسطوري في الفرقه ديال مانشستر يونايتد. نتمنوا ماونت يكون قاد بهذاك الرقم ويقدم مستويات اللي كبيره، وحنا راه ثاقين فيه. في اطار الارقام عاوتاني، فيل جونز خرج، النمره 4 ولات خاويه وخداها رافائيل فاران. كنا عارفين بلي فاران كتعجبو يلبس النمره 4، ونتمناو النمره 4 تدخل على فاران بالخير ويقدم مستويات اللي كبيره باش نقدروا ننافسوا على الالقاب العام الجاي. علاش لا البريمير ليغ واخا ما نديوهاش على الاقل ننافسوا عليها 3 شهور الاخرين. هادشي اللي كنتمنى العام الجاي. مازال بزاف فيديوهات جايين على السيزون الجايه، وعلى الفرق الاخرين حتى هما ندويو عليهم. stay tuned and subscribe للشانل. باقي ما تابونيتوش تابوناو ولايكيو الفيديو، and تلاقاو في الفيديو الجاي. thank you for watching.